انا جيت. انا جايب لك الخلاصه عشان ما تتعبش نفسك بقى تقعد تسمع ماتشات الكاس وتقعد تسمع ماتشات الدوري. انا جاي اقول لك مين هيفوز بالكاس ومين هيفوز بالدوري المصري. رقم واحد اللي هيفوز بالدوري المصري السنه دي، والمفاجاه النادي الزمالك هو اللي هيفوز بالدوري المصري. طيب مين بقى هيفوز بكاس مصر السنه دي؟ وبرضه المفاجاه النادي الاهلي هو اللي هيفوز بكاس مصر السنه دي. ده طبعا مش كلامي، انا مش منجم ولا دجال. اللي قال الكلام ده الدجاله او المنجمه او العرافه بسنت يوسف، وتقريبا لا تقريبا مش اخت رانيا يوسف، دي لوحد، دي حاجه ودي حاجه. طيب بيقول لك ايه بقى؟ كذب المنجمون ولو صدقوا. صلى على النبي. صليت على النبي، حطيت اللايك، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ونهائيه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. بس انت يوسف بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك نادي الزمالك هيكسب الدوري السنه دي والنادي الاهلي هيكسب كاس مصر السنه دي. حاجه كده يعني بديهيه، النادي الاهلي اصلا مش هيشارك في كاس مصر السنه دي. اللي هي بتقول ان الاهلي هيكسب كاس مصر، الاهلي مش مشارك في كاس مصر اصلا. فاللي هو يعني ايه؟ ادريس كويس، او يعني ايه، يا ريت تشغلي معاك حد بيفهم في الكوره عشان تعرفوا تنسقوها مع بعض، عشان تبقى ايه يعني، نقبلها حتى مش كده. طيب طبعا قبل ما يبدا الحلقه ما تنساش تضرب اللايك بتاعك الجميل دعما لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا لاسعادك. اول حاجه عروض كهربا الخياليه. كهربا يعني كهربا جاي له عروض خياليه، والله كهربا جاي له عروض خياليه. شوف ازاي كهربا بعد الاداء السيء ده جاي له عروض. هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. المهم العروض دي جايه منين بقى؟ العروض دي رقم واحد كهربا عايز يمشي. كهربا شايف ان جمهور الاهلي مش مرحب بيه الفتره الاخيره، وشايف ان مصر الكوره مش معتمد بيه، او مش او يعني ايه، هو مقصر في حق نفسه. والله كهربا مقصر في حق نفسه، اللي هو مصر الكوره مش معتمد عليه الفتره الاخيره كاساسي في ظل وجود وسام ابو علي. ما انت بحالتك دي ما ينفعش حد يعتمد عليك اصلا، والله كهربا. فايه طلب من وكيله ان هو يشوف له عرض وكده يعني. فالمهم العروض اللي جايه له عرض قطري بمبلغ كبير، مبلغ ضخم من نادي قطر القطري. قطر القطري يعني ايه؟ فلوس بقى، عندهم فلوس. فجايب عرض قوي لكهربا. ومين تاني اللي كان عايز كهربا؟ نادي زد. ده بقى كان مقدم عرض رسمي من فتره لكهربا للنادي الاهلي. نادي زد بيدخل على طول، ما بيقولش لا، ما بيجليش، عشان عارف النادي الاهلي مش هيغزله. فعشان كده كان قدم عرض من فتره للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان تحفظ على العرض لحد ما يشوف ايه اللي هيحصل. وبرضه دلوقتي قطر مقدم عرض لوكيل كهربا اللي هو تقريبا احمد يحيى، برضه ان هو احمد يحيى موجود في كل الصفقات. فلسه بقى يشوفوا ايه اللي هيحصل. هل بقى النادي الاهلي ممكن يفاوض في كهربا ام لا؟ دي النقطه اللي ممكن نشوفها. لكن كجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي الفتره الاخيره مش طايقه كهربا. لكن يا جماعه والله احيانا بتعاطف مع كهربا. كهربا طبعا عارفين كلنا ان هو عنده الفتره دي مشاكل نفسيه وغرامات ودنيا، والموضوع اتحل المفروض يفك، ما بيفكش. طيب في الفترة دي انا يعني ايه، والله بيصعب عليا. فيعني جه قدامي فيديو لكهربا وهو في الاتحاد السعودي. ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ الواد عظمة، موهبة، الواد يعني رجله حافظة مكان الجون، ما بيجليش. طيب ايه يا جدعان؟ انت فين يا كهربا؟ وشفت له برضه كام فيديو في الزمالك، ما قعدت اقلب بقى. ايه يعني كهربا ما طلعش حاجة من اللي كان بيقدمها الاول. يعني ما طلعش مثلا 60-70% من اللي كان بيقدمه، والفترة دي ما بيطلعش خالص. فانا يعني يا ريت ترجع لمستواك. ازاي بقى؟ ما اعرفش يعني. اتمنى ان كولر يجربه في منطقه الجناح الايسر او الايمن، بيلعب في اي مكان. جربه، مش هتخسر حاجه. ما دام احنا كده عايزين نمشيه خلاص، قبل ما تمشيه جربه ماتش ودي، اي حاجه عايزين نشوفه. عايز اشوفه بيلعب كجناح يعني، اصل ده موقعه الاساسي، ده مكانه. عشان ما يطولش في موضوع كهربا، ان الحلقه النهارده بصراحه يعني فيها حاجات كتير جدا ومهمه، وانا مش عايز اطول عليكم. طيب سرعة حسم محمد عبد المنعم، لازم يعني ايه نجري عشان نحسم صفقة محمد عبد المنعم. لان ايه بقى؟ لان محمد عبد المنعم قطعة الشطرنج الناقصة في تشكيلة النادي الاهلي. الوزير، هو الوزير.
فاحنا محتاجينه في تشكيله النادي الاهلي. ده طبعا شيء لا خلاف عليه في ظل ان اشرف داري ما شفناهوش اصلا. طيب محمد عبد المنعم هل في ان هو يجي النادي الاهلي؟ لا طبعا. طيب هل موافق؟ بشكل كبير جدا موافق جدا جدا. ليه بقى؟ رقم واحد هو مش متاقلم مع نيس الفرنسي، هو بيفكر يجي مصر، ممكن يجي اكتر من فتره كاس العالم، يعني ممكن يجي اصلا في يناير الجاي ده. واقول لك ليه نسرع او اللي هو ايه بطلب السرعه من اداره النادي الاهلي علشان تحسم محمد عبد المنعم، لان في عرض سعودي ضخم لم يفصح عنه احد لحد الان جاي لمحمد عبد المنعم. وطبعا محمد عبد المنعم عشان اللغه فطبعا هيتاقلم بسرعه في السعوديه، ولو جه مصر هيتاقلم بسرعه. فاحنا هنا بقى ايه لازم الاهلي يتحرك بسرعه قبل ما النادي السعودي ده اللي هو ايه يقدم عرض مالي رسمي. اللي نعرفه ان في عرض ضخم، اسم النادي غير معروف لحد الان، لكن هو نادي سعودي، نادي سعودي مش الهلال وتقريبا مش الاتحاد. طيب هنا تمام. ده موضوع محمد عبد المنعم، ولازم يعني ايه السرعه مطلوبه جدا. طيب موضوع تاني معانا النهارده، يعني ايه النادي الاهلي ينتظر كابوس في كاس العالم للانديه. احنا بتقول ان مجموعه النادي الاهلي سهله، وانا طلعت من فتره قلت لك القيمه التسويقيه لكل نادي، والنادي الاهلي اقل نادي في القيمه التسويقيه. لكن في انديه القيمه التسويقيه بتاعتها هتعلى ليه؟ لان هم هيضموا لاعب عالمي. نادي ميامي، انتر ميامي اللي فيه ميسي وسواريز، نيمار وافق الانضمام الى انتر ميامي. اه والله العظيم، يعني نيمار يروح انتر ميامي، يعني انتر ميامي يبقى قدامنا في افتتاحية كأس العالم بهجوم برشلونة، سواريز ميسي ونيمار. ده ايه الثلاثي ده انا نفسي اشوفهم من زمان ثلاثة مع بعض، بس لا مش قدام الاهلي. يعني انتوا ايه يعني هو كله جاي على الاهلي ليه طيب؟ فانا طبعا مش عارف. والاهلي هيلعب معاهم مين؟ هيخش بيسي تاو وكهربا، وعلى الجنب الشمال حسين. لا تعليق. اعلق اقول ايه طيب؟ مش فرق امكانيات، ده فرق ثقافات. ماشي. طيب اول صفقات الاهلي رسميه عشان ما نطولش عليكم. اول صفقات النادي الاهلي ولا نطول؟ انت قول برضه نطول ولا نطولش؟ لا عشان وقتك مش هطول، بس انت لو عايز نطول ممكن اللايف بتاع بكره نطول فيه شويه. طيب اول صفقات الاهلي رسميه مصطفى العش. شوف انا صريح معاك ازاي، فكون صريح معايا واضرب اللايك، لان احنا اليومين دول يعني اللايفات بتقع، الفيديوهات مفيش عليها مشاهده، فانا راجع لك بفيديو اهو سريع، فانت ايه يعني ظبط الدنيا معايا. طيب اول صفقات الاهلي الرسميه قلت لك مصطفى العش وقع رسميا لنادي الاهلي لمده 4 مواسم ونص. النص ليه النص؟ عشان نص الموسم ده ان هو هيجي في يناير، فيعني خلاص الموضوع خلص بالنسبه للاعب. 4 مواسم ونص، النص الموسم ب3 مليون ونص، وبعد كده بقى الموسم الاول هيبقى ب7 مليون، وبيزيد مليون كل سنه، يعني 7 8 9 10 بس كده. ده موضوع مصطفى العش. طيب احنا كده خلصنا الصفقه مع اللاعب. طيب النادي بقى، النادي طالب فيه $1,000,000. الناس كلها بقى بتلعب في الدولارات، طالب 50 مليون جنيه. ما هو طبيعي يديك العيش ب50 مليون جنيه طبيعي. بس انا يا احنا جبنا الساعي، ده ساعي بعيد حتى مع احترامي للشغلانه، ساعي جايبينه $1,000,000 اللي هو ب50 مليون جنيه. فانت طبعا انك تجيب العيش ده عيش كتاكيت ده ولا عيش ايه؟ عيش ب50 مليون جنيه. لا ما تستبعدهاش، ما فتحت فتحت. فالاهلي يعني هيظبط الدنيا كده، يديلهم 2 3 كده، هم عايزين ندفد، وممكن يديلهم الدبيس. على فكره بالمناسبه الدبيس طلب رحيل من النادي الاهلي اكتر من مره وعايز يمشي، هو اصلا يعني هو مش طايق كولر فهو عايز يمشي، فيعني مش عارف كولر يمشي الفرقه كلها. طيب ده موضوع الصفقه، مش عارف ايه ليه 50 مليون على عش. طيب موعد عودة علي معلول النجم وصاحب الزغلول، يعني المايسترو، اسرع دليفر في مصر. وهقعد اتكلم، بص انا الجدع ده بحبه والله بحبه، واتمنى بعد ما يمشي ان هو يمسك منصب في النادي الاهلي. طيب
موعد عودة علي معلول رسميا بعد بالكتير هو اسبوع 10 ايام، هو 10 ايام يعود الى التدريبات الجماعية، يعود الى التدريبات الجماعية، يعني يبقى متواجد مع النادي الاهلي يعني اسبوعين هتلاقيه بيلعب. تمام، ده علي معلول. طيب موضوع بقى ان هو يتأيد في القايمة، يتأيد في القايمة ده الموضوع اللي هو ما ينفعش اصلا نتكلم فيه الفترة دي. ليه؟ انا اتمنى ان هو يتأيد في القايمة حتى لو يحيى عطية الله يطلع من القايمة وش. تمام، او يقطع يحيى عطية الله وهاتي معلول. والله معلول لو بيلعب بعكاز او سلمية، بيلعب بسلمية ودراعه مجبس هيبقى احسن من يحيى عطية الله. يحيى عطية الله بيقدم يلا ما ينفعش نقول حاجات تانية. طيب فطيب موضوع دخوله في القايمة ده من مستحيلات الفترة دي. ليه بقى؟ لان انت في مكان واحد بس عندك فاضي في القايمة، وده المكان بتاع المهاجم او الجناح. المهاجم لحد بقى ما تطلع بيرسي تاو او تطلع رضا سليم. لو طلعت بيرسي تاو ورضا سليم، لو طلعت رضا سليم وبيرسي تاو، فانت هيبقى عندك 3 اماكن فاضيين. ساعتها تجيب معلول وتجيب جناح وتجيب مهاجم، فعشان تدخل معلول في القائمه الفتره دي صعب وكاد من المستحيل. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش بقى تدعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.